بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه سرقة جديدة من سلسلة السرقات الرسلانية لمحمد سعيد رسلان هداه الله وتاب عليه. فلقد قام هذا المومى إليه بسرقة كتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ العلامة صالح الفوزان، وذلك في كتاب لا إله إلا الله، معناها، شروطها، نواقضها، فضلها. وكانت طبعة كتاب هذا المدعو سنة 2009 1430 هجريا، والطبعة الثانية كانت سنة 2011 ميلاديا 1432 هجريا. وأما كتاب الشيخ الفوزان فكانت طبعته سنة 2006 ميلاديا 1427 هجريا كما ترى. فإذا أتينا إلى صفحة 48 من كتاب السارق وجدناه قد قال نواقض لا إله إلا الله. الناقض الأول، نواقض لا إله إلا الله، قال: النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات مثل نواقض الوضوء، أي مبطلاته تسمى بالنواقض. ونواقض لا إله إلا الله هي نواقض الإسلام، وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها من الأهمية بمكان ليجتنبها المسلم ويحذر الوقوع فيها. فإذا نظرنا إلى كتاب الشيخ صالح الفوزان صاد 5 وجدناه قد قال نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات مثل نواقض الوضوء، أي مبطلاته تسمى بالنواقض، وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يجتنبها ويحذر منها. وقد سرق هذا المدعو محمد سعيد رسلان من صفحة 48 إلى صفحة 51، وهذا تجده عند الشيخ الفوزان صاد 5 إلى 9. وإذا أتينا إلى صاد 12 من كتاب المدعو، إذا أتينا إلى صاد 52 من كتاب المدعو فإنه قد قال الناقض الأول: الشرك بالله تعالى. فنأتي إلى صاد 12 من كتاب الشيخ الفوزان، فالشيخ الفوزان قال: فالشرك هو أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا المدعو قد قال الناقض الأول: الشرك أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كالدعاء أو الذبح أو بالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكدعاء غير الله والاستعانة بغير فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا أتينا إلى الناقض الثاني فإنه قد سرقه من الشيخ صالح الفوزان صاد 18. فقد قال هذا المدعو: وهذا نوع من الناقض الأولي، وإنما يفرض ويجعل نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. نجد أن الشيخ الفوزان قال: هذا نوع من الناقض الأول،
وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، ولكن الشيخ أفرد وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. وإذا أتينا إلى كتاب المدعو وجئنا إلى صاد 56 من كتاب المدعو، فإنه قد قال في الناقد الثالث: أو صحح مذهبهم، هذه أشد، إذا صحح مذهبهم أو قال في الذي يعملونه نظر، هذا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا عن هذا عن جهل، وقعوا في هذا عن جهل، ويدافع عنه، فهذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر أو صحح الشرك أو شك. فإذا أتينا إلى صد 20 من كتاب الشيخ صالح الفوزان، فإنه قال في الناقد الثالث: أو صحح مذهبهم، وهذه أشد، إذا صحح مذهبهم أو قال في الذي يعملونه نظر، هذا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل، ويدافع عنهم، فهذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك أو شك. وإذا أتينا إلى الناقد الرابع من كتاب المدعو السارق محمد سعيد رسلان، فإذا أتينا إلى صد 59 من كتاب المدعو، فإنه قد قال: تحكيم شرع الله عبادة لله، والقصد منه العبادة بتحكيم شرع الله، وتحكيم غيره شرك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإنه قد سرق هذا من كلام الشيخ الفوزان من صاد 22 إلى 32، فإن الشيخ الفوزان قال: تحكيم شرع الله هذا عبادة لله عز وجل، ليس القصد منه فقط حل النزاع، القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله، وتحكيم غيره شرك. وإذا أتينا إلى كتاب المدعو صاد 61، فإنه قد قال: فبغض شيء مما جاء به الرسول ردة ولو عمل به. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والكراهة البغض، وهذا ردة، ولو عمل بما أبغضه فإنه يكفر ببغضه في القلب كفر، ولو كان يعمل به في الظاهر. فإذا أتينا إلى كتاب الشيخ الفوزان صاد 23، فإنه قد قال: فبغض ما جاء به الرسول ردة ولو عمل به. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكراهة هي البغض، هذا ردة ولو عمل به، فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر، ولو كان يعمل به في الظاهر، إلى آخره. وإذا أتينا إلى كتاب المدعو صاد 63، فإنه قد قال: فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا أو واجبا أو سنة، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. فنأتي إلى صاد 24 من كتاب الشيخ الفوزان، فإنك تجده قد قال: فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. وإذا أتينا إلى كتاب المدعو صاد 67، فإنه قد قال: فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
فإنه قد سرق هذا من الشيخ الفوزان من صاد 29. وهذا كلام الشيخ الفوزان قال: السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر، فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل، إلى آخره. وإذا أتينا إلى كتاب المدعو صاد 68 الناقد الثامن، فإنه قد قال: المظاهرة معناها المعاونة، ومظاهرة المشركين على المسلمين إعانة الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين، وكذلك من أحب الكفر فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمعاونة أو يتولاهم بالمحبة، إلى آخر ما قال. فإذا نظرنا إلى كتاب الشيخ الفوزان صاد 30، فإنه قال: من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، أي معاونتهم، فالمظاهرة معناها المعاونة، إلى آخر ما قال. وإذا نظرنا إلى كتاب المدعو صاد 70، فإنه قد قال: من أجاز أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، إلى آخر ما قال. فإنه قد أخذ هذا من كتاب الشيخ الفوزان ونسبه إلى نفسه، فقال، وهذا كلام الشيخ الفوزان الناقد التاسع: من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، إلى آخر ما قال. وإذا أتينا إلى كتاب السارق الناقد العاشر صاد 74، فإنه قد قال: فالإعراض عن دين الله تعالى لا يهتم به ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما، إلى آخر ما قال. فهذا أخذه من كتاب الشيخ الفوزان صاد 34. قال الشيخ الفوزان: الإعراض عن دين الله لا يهتم بالدين ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، إلى آخر ما قال. وإذا نظرنا إلى كتاب المدعو صاد 76، فإنه قد قال: فلا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل والهازل، إلى آخر ما قال. وجدناه في كتاب الشيخ الفوزان صاد 36. قال الشيخ الفوزان: لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد والهازل، بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل والهازل، إلى آخر ما قال. وأخيرا فإننا ندعو هذا الشخص للتوبة والعودة ورد الأموال التي اكتسبها إلى أصحابها، وأن يعلن هذه التوبة حتى تنفعه يوم القيامة. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.